عسلامة الناس الكل ان شاء الله تكونوا بخير يا ربي. حبيت نقول لكم ان شاء الله عيدكم مبروك، ورجعنا كالعادة بوصفات سهلة وبسيطة. واليوم باش نقدم لكم وصفة الكاكي، وما تنساوش باش تشجعوني بجمايلكم، وهيا تابعوني باش تعرفوا الطريقة. اول حاجة باش نخلط مغرفة صغيرة متاع خميرة الخبز، يجيو 10 جرامات مع كيس صغير ماء دافي، ونخلطهم ونخليهم على جنب. تويكا باش نخلط 300 جرام فرينة، مغرفتين كبار زيت، نص مغرفة صغيرة ملح، ومغرفة صغيرة خميرة القطو، ونخلطهم مع بعضهم. ومن بعديكا نزيد عليهم الخميرة اللي ذوبتها في الماء، ونزيد بشوية بشوية في الماء يكون دافي لين تتلم العجينة، لين تولي عندكم عجينة كيما هكايا طرية. تويكا باش نغطيها ونخليها تخمر مدة ساعة. وبعد ما خمرت العجينة باش نرش شوية فرينة مش ما تلصقش في ايديا، وباش نقسمها مرسوات، ومن بعديكا باش نشكلهم على شكل كويرات كما قاعدين نشاهدوا في الفيديو. وتويكا باش ناخو كل عجينة وباش نعاود نحلها ونقصها مرسوات صغار ونشكلهم كما قاعدين تشاهدوا في الفيديو. وهذوما بعد ما شكلتهم الكليكا جاوني في زوز بلاتوات، حطيتهم فوق بابي كويسون، وتويكا باش ندهنهم بالماء وباش نرش عليهم من الفوق ملح يكون خشين. واخر حاجة نطيبهم 15 دقيقة على 200 درجة لين يحمروا من اللوطة ومن الفوق. وهذايا الكاكي بعد ما طاب خليته برد بالكدا، وتويكا باش نحطه في ساشي ونسكره باش يقعد هكاكا يتقرمش. وهذا كان فيديو متاعي لليوم، وصفة كاكي ساهل وبسيط، تجمو تاكلو كيما هو ولا تجمو تاكلوه بجبن. وما تنساوش باش تحطوا لي جيم اي كومنتير وتبارطاجيو الفيديو، ونتلقاو في مزيد من الوصفات.